يبدو المشهد عادي طبيعي، قط يحاول تسلق الحائط، ولكن لما تكمل لآخر المقطع تتعلم الدرس. أحيانا إحنا لما نحب نعلموا أطفالنا حاجة، مش إنك تصرخ عليه وإلا تعلمه قول كذا واعمل كذا، لا، أنت اعمل وهو يراقب. الأطفال أذكياء ولماحين، ولما يكون التواصل ممتاز الطفل يلقط منك ويتعلم الطريقة الصحيحة. مثلا أنت تحبه يصلي، أنت كون إنسان منضبط في صلاتك، أعطي قيمة للصلاة. على طول الابن تترسخ في ذاكرته إنه الصلاة مهمة وإنه الانضباط لازم في الصلاة. الكلام والشرح وحده ما يوصلش المعلومة، ولكن الأطفال يركزوا مع سلوكك وتصرفاتك ويلتقطوا منك ويقلدوك. انضباطك والتزامك ينعكس على أولادك.